الطريق للوصول إلى وجهتنا المتواجدة بالمناطق التابعة للقطاع العسكري عين دفلة يبدو لك للوهلة الأولى وكأن بني البشر لم يمروا من هنا منذ أزل. فجأة تلوح لك من بعيد حياة أخرى ستكتشف فيما بعد أنها ذلك الجدار المنيع الذي يفصلنا عن عالم محفوف بالمخاطر. الدخول إليه يستلزم التقيد بقوانين المعركة. السرية نتاعنا راها ضمن مهمة قتالية، وهي التثبيت والتطويق والقضاء على مجموعة إرهابية ضمن هذه المنطقة التي تجمع ما بين 3 ولاية هي شلف وعين دفلة وتيبازا. عندنا أسبوع ورانا مواصلين في المهمة القتالية تاعنا، رانا نحاولوا انه باذن الله نواصلوا حسب هذه الظروف، حسب كما نقول الى اخر قطره من دمانا، حتى نستأصلوا هذا العدو ونقضوا عليه نهائيا بإرادة الله سبحانه وتعالى وإرادة الرجال اللي راه معنا. محيط المجموعة الإرهابية حدد، وتم تطويق المكان من مختلف مفارز الجيش الوطني الشعبي. انضباط وجاهزية تامة، مستعدون للضغط على الزناد في أي لحظة ولدى أدنى تحرك من العدو. نحن في مهمة قتالية تتكون من مجموعة أفراد إرهابيين، إن شاء الله نطيحوهم ونكونوا على حماة الوطن إن شاء الله يا رب. ورانا مرابطين إن شاء الله من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية هذم، ونواصلوا إن شاء الله ونبذلوا مجهودات أكثر وأكثر إن شاء الله، ونجدوا الخلود لشهدائنا الأبرار وتحيا الجزائر. رانا متواجدين إن شاء الله لهنا وبقوة وبعزم وبصرامة للقضاء على المجموعات الإرهابية، ورانا هنا إن شاء الله رغم قساوة الظروف. المهم الجزائر تكون آمنة ومستقلة إن شاء الله. الميدان شيء آخر تكتشف فيه أنك بعيد تمام البعد عن تصور تضحيات الوحدات المرابطة في كل الجبهات. هم يقظون متأهبون ومصممون حتى اجتثاث آخر فلول المجموعات الإرهابية. وفي عمق الميدان عملية بحث وتمشيط واسعة من قبل أشاوس الفوج 12 للمغاوير المظليين بروح قتالية عالية تنم عن تكوين عسكري محترف. نحن هنا متواجدون بهذه المنطقة رغم صعوبة التضاريس، إلى أن هنا من أجل القضاء على ما تبقى من مجموعة الإرهابية. هذه هي المهمة المسندة إلينا، وإن شاء الله نوظفوها نتقنوها ونوظفوها بأحسن طريقة وتكون مهمة بنجاح إن شاء الله. عملية ملاحقة الجماعات الإرهابية مستمرة، سواعد وقلوب أبطال الميدان على خط واحد. لا وطن لنا إلا الجزائر، سنضحي، سنصمد بكل حزم، وسنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن وحرمة هذا الوطن المفدى.